يعني الناس قلقانه ربما من بعض المشاهد المتواتره في البرلمان، لكن انا لسه عندي امل انه يحصل انضباط اكتر، يحصل حركه اسرع. هل انت حاسس الحركه بطيئه ولا ايه يا سياده النائب؟ لا، انا رايي انها طبيعيه طبقا للظرف الموضوعي اللي موجود في البرلمان. يعني انا دايما بقول لازم تحطوا الحاجه في ظرفيتها التاريخيه. انتوا ما بتتكلموش على برلمان جاي بعد فتره مستقره، ما هوش برلمان ما قبل 25 يناير. لو كان برلمان ما قبل 25 يناير كنت هتلاقي الامور طبيعيه، الكتل محطوطه، المعارضه معروفه فين، الاغلبيه معروفه فين، الامور مستقره، اللائحه اللي ماشي اللي عليها المجلس مستقر، مفيش نداءات شعبيه بالتغيير الجذري، فالامور كانت هتبقى اسهل. لكن انت بتتكلمي على برلمان بعد ثورتين، وبتتكلمي على حاله ارتباك شديده جدا بتمر بيها مصر، حاله سيوله اللي كنا بنتكلم عليها دايما بعد الثوره بس نسينا نقول، بقالنا كتير ما قلناهاش. حاله سيوله فظيعه، مفيش كتل على الارض موجوده تضمن لك الثبات والاستقرار. كل الامور دي زائد النواب كلهم جايين من كل صوب